ثم يجمع مع العلم يا إخواني العمل، فإن العلم لا يكون علما إلا إذا كان معه عمل. أما علم بلا عمل فليس بعلم، بل هو وبال وحجة على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لصاحبه إن هو عمل به، وحجة عليه إن هو تحمله وأهمله، ولا قوة إلا بالله، ولم يعمل به. ولذلك يقول ربنا عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اللهم اجعلنا منهم جميعا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون، والمراد بهم من ذكروا في الآية، والذين لا يعلمون وهم من لم يتصفوا بهذه الأوصاف. طيب، هل ذكر في أول الآية العلم؟ ما ذكر العلم، إنما ذكر العمل. قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا عمل. ثم قال ربنا: هل يستوي الذين يعلمون؟ فذكر أو فسر ما ذكر في أول الآية بالعلم. دليل يا إخواني على التلازم والصلة الوثيقة التي تكون بين العلم وبين العمل. فمن يظن أنه يتعلم ولا يعمل فهو مخطئ، ومن يظن أنه يعمل ولا يتعلم فهو مخطئ. وطريق الصواب أن يجمع الإنسان الأمور الثلاثة: العلم والعمل والدعوة إليه، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه في مقدمة الأصول الثلاثة، وأكثركم يحفظها: اعلم أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، والثالث الدعوة إليه، ثم الصبر بعد ذلك على الأدب. هذا هو نهج الأنبياء والمرسلين، وهذا يا إخواني هو أحد أسباب الإمامة في الدين، وهو الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن يجمع الإنسان بين العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، حتى يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وممن سار على سبيله.